ننضم ازاي لفريق الابطال؟ اولا فريق الابطال بيتقسم لثلاث حاجات. عندنا الجونيور اللي هو اقل من 18 سنه، بنسميهم اشبال الفريق، ممكن من سن 12 او 13 سنه، وفي فعلا ابطال معانا في الفريق بيشاركوا بس بشرط ولايه والده او والدته. واوريدي في بره المتسابقين بقوا سن 14 سنه بيتعمل لهم سباقات دريفت وحاجات كده. فاحنا عايزين نبتدي مع السن الصغير، لان لما نبتدي معاه بيفرق قوي وممكن يبقى حاجه كويسه جدا. بعد كده عندنا تاني الشباب نعمل لهم حاجه اسمها اختبارات وتدريبات، ومنها بيبقى في تقييم في اخر التدريب، بنعرف مستواه ايه، ناقص له ايه، هيشتغل على ايه، محتاج ايه بالظبط. اخر التدريب بنقيمه، بنقول له مثلا عربيتك محتاجه تعديل فلاني، انت محتاج لسه شغل تدريبات، لا انت موهوب، مستوى مهارتك معدي 90%، واخلاقك وروحك الرياضيه برده معديين 90%، نضمه معانا للفريق بيبقى في السن جروب. الحاجه الثالثه الفريق بتاع البنات، اوريدي في ابطال زي ما انا قلت كده يمكن بيحققوا مراكز عربيات بنات، وعربيات البنات اللي سايقاها. الفريق منقسم لثلاث حاجات. في كمان الاورجنايزر، دول ليهم دور مهم قوي وبيساعدونا في التنظيم. الناس اللي عايزه تنضم لنا من عن طريق الفيسبوك او عن طريق الانستجرام او عن طريق التيك توك، ريسنج سكول يقدر يبعت لنا ونقول له ميعاد التدريب اللي جاي امتى. وان شاء الله في مدرسه تدريبات خلاص اوريدي احنا موجودين فيها دلوقتي، وهيبقى فيها تدريب بشكل اسبوعي كل جمعه ان شاء الله، فيقدروا يعرفوا التفاصيل عن طريق الصفحات بتاعتنا.